بيبدأ الفيلم بظابط في البحرية اسمه شين وولف، وبيكون في مهمة تحرير عالم اسمه بلامر اللي بيكون مخطوف بقاله 72 ساعة. وبنعرف ان بلامر اخترع برنامج دفاع ضد الصواريخ اسمه برنامج الشبح، وان العصابة اللي خطفته عايزة تسيطر على بلامر وتعرف مكان البرنامج. وبتكون العصابة خاطفة بلامر في يخت ومأمنة بطيارة هليكوبتر ولانشات صغيرة حواليه. وبيقدر وولف انه يعطل اليخت عن طريق قنبلة كهرومغناطيسية بتوقف محركات اليخت عن العمل، وبيتخلص من الحراس اللي على سطح اليخت ويحدف قنبلة صغيرة على الطيارة فتتدمر تماما. ويقدر بعدها انه يطلع على سطح اليخت ويوصل فعلا لبروفيسور بلامر وينجح في تحريره. وبتكون في طياره تابعه للبحريه في انتظارهم على الشط، بس لما بيطلع وولف للطياره بيلاقي الطيار ميت، وبعدها بيتضرب النار على وولف. وبعد شهرين بنشوف وولف بعد ما اتعالج من اصاباته، وبنعرف ان بلامر مات وبرنامج الشبح لسه مفقود. وبيقرر الجنرال بلير انه يبعت وولف في مهمه من نوع خاص، وبيقول له ان زوجة بلامر اتصلت بيهم وقالت لهم ان في صندوق امانات في بنك في سويسرا باسم بلامر. وبنعرف ان بلير هيسافر معاه لهناك عشان يعرفوا ايه اللي في الصندوق ويرجعوه، خصوصا ان احتمال كبير يكون برنامج الشبح. ويطلب من وولف ان خلال الفتره دي يحمي اولاد بلامر، خصوصا ان خلال الايام اللي فاتت شخص مجهول قدر انه يدخل البيت ويفتشه. ويطلب بلير من وولف يدور على برنامج الشبح خلال وجوده في البيت، لان بلامر ممكن يكون خباه في بيته. وبعدها بيوصل وولف البيت بلامر، ولما تشوف لولو بنت بلامر بتخاف منه وتقفل الباب في وشه. وبعدها بتفتح جولي زوجة بلامر الباب لوولف وتبدا تعرفه على اولادها الخمسه اللي بيكونوا اسمهم زيوي وسيس ولولو بيتر وتايلر. وبتعرفوا كمان على هيلجا جليسة الأطفال اللي بتهتم بابنها الصغير تايلر. وبتقول جولي الولف إن زوي وسيس متأثرين بموت بلامر على الرغم إنه كان مسافر وبعيد عنهم معظم الوقت. وخلال كلام وولف مع جولي بتيجي بطة مربينها معاهم في البيت وتعض وولف. وبعدها بيبدأ بلامر يأمن البيت ويركب كاميرات في كل مكان. وبتودع جولي أولادها الخمسة وبتطلب منهم إنهم يسمعوا كلام الملازم وولف. وبتسافر جولي وتبدأ مهمة وولف مع الأولاد. وبعدها بيلاحظ وولف إن الأولاد مش منظمين وعايشين في فوضى. في الوقت ده بيلاحظ وولف ان في حد بيتسلل وعايز يدخل البيت، فيروح وراه ويقدر انه يمسكه، ويطلع ان ده سكوت صديق زوي اللي بتكون عايزاه يطلع معاها البيت، بس بيرفض وولف ويمنعه من الدخول. فتتضايق منه زوي وتحاول تضربه، بس بيمسك وولف رجلها ويدخلها لاوضتها. وبعدها بيشوف وولف هيلجا وهي بتعمل رقصه غريبه لبيتر وتايلر عشان يناموا. وتاني يوم الصبح بيصحي وولف البيت كله الساعه 6 على الرغم ان ده يوم اجازتهم. ولما بيرفض سيس انه يقوم من على السرير بيحدفوا وولف ويوقعوا من على سريره. وبيكلم وولف الاولاد على الفطار ويطلب منهم يسمعوا كلامه عشان يقدر يحميهم. وبيلبسهم وولف كمان اساور عشان يعرف تحركاتهم، بس بيكون سيس اختفى من قدامه فيروح يشوفه في اوضته اللي بيكون بابها مقفول، فيحس وولف بالخطر فيكسر الباب، بس بيكون سيس في الحمام اصلا، فيزعق لوولف اللي بيلبسه الاسوره ويسيبه ويمشي. وبعدها بتيجي زي سيس اللي بيتفقوا انهم يطفشوا وولف من بيتهم، فيدلقوا الزيت على السلم عشان يزحلقوا وولف، بس لحسن حظه بتنزل هيلجا على السلم بداله فتقع وتتدحرج بداله من على السلم.